مساء الفل، عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. طبعا العودة لأعظم نادي في الكون وماتشات أفريقيا وأداء النادي الأهلي اللي وحشنا بقالنا شهر ونص، بقالنا كتير ما بنتفرجش على، تحس اليوم بيعدي بسنة اليوم اللي ما فيهوش ماتشات للأهلي. طبعا الكلام ما اختلفش، شباب بلوزداد هو فرق شمال أفريقيا هي. طبعا شباب بلوزداد عنده كام نقطة كده، عنده مشاكل هنبدأ بيها طبعا، لان احنا زي ما قلنا الاهلي ما يهابش حد وما يخافش حد، ينزل يكسب اي حد في الملعب ويفرض اسلوبه عليه حتى لو في الجزائر. شباب بلوزداد بيلعب 4-2-3-1، ودايما احنا قلنا الفرقة اللي بتلعب باتنين في نص الملعب مع التطورات اللي بتحصل في الكورة كان ممكن الاول ده ينفع، لان انت كنت بتلعب باتنين ستة، اتنين بيدافعوا اتنين بيكسروا اتنين بيدغدغوا في الملعب، كل مهمتهم ان هم يدافعوا بس. دلوقتي الوضع اختلف طبعا. الكلام ده كله بيترتب عليه ايه؟ بيترتب عليه خروج بالكوره، بيترتب عليه ايه؟ مشاكل في المساحات في نص الملعب. هنبدا بس بالثغرات بتاعتهم في الخروج بالكوره. عندهم اتنين مساكين، مساك ناحيه الشمال ومساك ناحيه اليمين. المساك ناحيه اليمين ممكن تكون كورته كويسه شويه، اللي هو رقم اتنين اللي هو الكابتن بتاع الفريق. هنا شباب بلوزداد بيلاعب فريق مولودية وهران اللي هو ال15 من ال16 على الدوري. شوف اتفرج على طريقة الخروج بالكورة والضعف اللي موجود عند المساك اللي ناحية الشمال وعند اليمين برضه، بس اكتر عند المساك الشمال. الكرة هنا بتتلعب له، بياخد الكرة وبيلعبها الباك الشمال وبعد كده ياخدها منه تاني ويجي يطلع بيها تتقطع، تروح بهجمة خطيرة. اتفرج بقى على المساحات الشاسعة، الدفاع مش موجود، نص الملعب طبعا مش موجود، ارتداد ضعيف جدا. الكرة اتلعبت راحت 2-على-2، مساحات طبعا واسعة جدا. المهاجم بيلعب الكرة بيصدها الجون، برضو الجون عنده ضعف جدا، ممكن يكون بيصد كرات صعبة، بس لما بيجي يصد كرة وكده ما بيديهاش القوة ان هو يبعدها عن ال18، وده هنشوفه دلوقتي. الكرة دي اتشاطت رجعت للمهاجم الناحية التانية. بصوا حضراتكم المساحة، حتى ما فيش حد يعني بص ولا فكر ان هو مثلا الكرة دي لما ترتد ممكن تروح للمهاجم اللي قدام الجون. رجعت للمهاجم اللي قدام الجون، حطها في السماء. في ثغرة تانية موجودة في فريق شباب بلوزداد لما بيجي يضغط. طبعا ده اللي احنا قلنا عليه ان هو بيحاول يعمل عليك اندفاع قوي، اندفاع بدني بدون وعي ممكن. هنا لو خدنا بالنا هم قافلين كل زوايا التمرير مولودية وهران، لكن الكرة هتطلع بكل سلاسة، هتضرب 6 لاعبين من فريق شباب بلوزداد. الكرة هتروح هجمة. بصوا حضراتكم المساحة مفيش، انت بتتكلم في نص الملعب مفيهوش حد، مفيش غير واحد بس، لان في واحد طلع يغطي ورا الكرة ويحاول ان هو يضغط مع الاربعة اللي في الخط الامامي. ده ادى لايه؟ ادى ان هم اتضربوا بهجمات مرتدة. الكلام ده انا بكلمكم على فريق من ال15 في الدوري، يعني فريق ضعيف جدا، يعني فريق مش مؤهل ان هو يعمل عليك هجمات ولا يعمل عليك كور صعبة. احنا قلنا ان هم بيحاولوا ان هم يضغطوا في اتجاه الكورة، وبيحاولوا ان هم يروحوا على الاتجاه اللي فيه الكورة اكتر منه ان هم ياخدوا اوضاع تمركز تغطي مساحات كبيرة. فده بيؤدي ان انت لما بيكون معك الكورة وبتقدر تخرج بالكورة، انت بتضرب في المساحة بطريقة غير طبيعية. طبعا هنا شباب بلوزداد كان بيلعب شبيبة الثورة، برضو فريق شبيبة الثورة مش فريق من الفرق العالية قوي في الدوري الجزائري، العاشر من 16 فريق، يعني برضو فرقة متوسطة مش زي شباب بلوزداد في المركز الثاني، فريق يعتبر من الفئة الأولى في الجزائر. اللاعب ده اللي أنا عامل عليه دايرة ده وعامل عليه سهم، اللاعب ده الكرة دي ما اتلعبتلوش، الكرة دي رجعت لورا واتلعبت ثرو من المساك بتاع شباب الثورة. شوفوا حضراتكم راحت فين؟ راحت انفراد. برضو عندهم نقطة ضعف في الضغط، ما عدا مثلا اللاعب رقم 15 ده الوحيد اللي هو حسين السلمي، ده الوحيد اللي هو تقدر تقول شرس في الضغط في نص الملعب. الكرة راحت انفراد، الكرة دي ما راحتش جون، اللاعب لعبها بره. هنا في هجمة لو خدنا بالنا فريق شباب بلوزداد كله واخد نص ملعب بطول الملعب كده جزء، وسايب الجزء الناحية التانية خالص. معاك ان هم ممكن يكونوا ده ضغط موجه والكلام ده كله، بس لو خدنا بالنا الكرة دي هتكمل. الكرة دي
اتلعبت ثرو من اللاعب اللي جنب اللاعب رقم 6، اتلعبت ثرو، راح انفراد، لعبها بالعرض، شاط على الجون. الكرة دي اتصدت ما راحتش جون، الكرة دي اتصدت وما راحتش جون. برضو نفس الفكرة، بصوا هنا لو خدنا بالنا مساحات اللي قدام الحارس بتاع شباب بلوزداد مساحات شاسعة، مساحات يتلعب فيها. يعني لو احنا عندنا، لو ربنا يقدر، لو يبعد الشر عن امام عاشور حاجة، امام عاشور موجود وبيلعب في الحتة دي، الجزء اللي في نص الملعب اللي هو بيكمل كده كده زي مكانه، بس يكون مركز اكتر ان هو ما يروحش على الاطراف يمين او شمال، ويكون مركز اكتر في العمق، هيعمل عليهم شغل عالي جدا. الكرة دي زي ما قلنا اتريحت، بصوا هنا التلاتة 2 منهم مواجهين للمرمى، اتريحت، اتحطت، الجون شالها. احنا قلنا اللاعب رقم 15 حسين السلمي هو الوحيد اللي موجود في نص الملعب، واللعيب النص الملعب التاني موجود في اخر الصورة من فوق. المساحة اللي ورا حسين السلمي فدان، 2 لعيبة من شباب الثورة موجودين قدام ال18. لو الكرة دي اتلعبت صح كان ممكن واحد فيهم يروح ويسدد. هو عنده نص الملعب فيه مشكلة، دي حاجة أكيدة. احنا قلنا ده أدواره الدفاعية قليلة شوية عن حسين السلمي. لما بيروح بنص الملعب بيروح بيعمل ثرو، بيقدروا يلعبوا كرات بينية عالمية بصراحة قدام ال18، بيقدروا يوصلوا اللعيبة بتاعت شباب بلوزداد المهاجمين، يوصلوهم للمرمى انفرادات. لو خدنا بالنا هنا الكرة طبعا زوايا التمرير يعتبر شبه مقفولة، واللاعب اللي جنب السهم ده بعيد، الكرة اتحطت له من ورا الدفاع وراح انفراد وحط الكرة في الجون. الكرة دي اتصدت، شاطها اتصدت ورجعت له، راح حطها في الجون. الكرة مع شبيبة الثورة، اللعيب رقم 15 اللي احنا قلنا عليه هو راح يضغط، قطع الكرة، راح بالكرة ولعبها لزميله، زميله حطها ثرو للعيب شباب بلوزداد، بقى هو والجون، حط الكرة في الجون. برضه حط ثرو عالمي بصراحة، لأنه حط الكرة من فوق الدفاع، لوب من فوق الدفاع، الكرة دي عدت راحت انفراد، لعيب حطها في الجون، اتصدت، رجعت للعيب اللي قدامه المربع الابيض ده، حطها في الجون الفاضي. ليه؟ لان هم مميزين زي ما قلنا ان هم عندهم ثغره في الحالات الدفاعيه كنص ملعب، لا هم عندهم ميزه كنص ملعب في الكرات الهجوميه. شباب بلوزداد بيعتمد على الكرات الثابته في ان هو بيحاول لو الكرة دايما فاول من ناحية اليمين بيحاول يلعبها برجل العكسية، بحيث انها تبقى رايحة بسويرف، رايحة لو عدت اي لمسة راحت لخطورة على الجون، اي حد من دفاع الفريق المنافس لمسها برضو راحت بخطورة على الجون. فده هنلاحظه في كرة فاول زي دي كده، اتلعبت، اللعيب اللي عليه الدايرة ده لعب الكورة براسه زحلقها لورا، راحت للاعب اللي وراه شبه انفراد هو والحارس. دي اللعبة مميزين بيها، وبتهيألي شفناها كلنا في فرق شمال افريقيا، دايما بيحاولوا يعملوها عليك. برضو الكرة ركنية نو بيلعبوها، دايما بيحاولوا يلعبوا الكرة الضربة الركنية، بيحاولوا يلعبوها يعتبر موازية لخط الستة، وساعات بتبقى جوه خط الستة كمان. هم كلهم واخدين جايين من بعيد، دايما بنقول في الركنيات دي برضو ميزة عندهم ان هم بيجوا من بعيد ويعملوا جامب، ما بيقفوش في مكانهم في الضربات الثابتة ويستنوا الكرة لما تجيلهم عشان يعملوا جامب، ويبقى الجامب مش عالي. برضو الكرة اتلعبت برضو في نفس المكان على خط الستة، الحارس طلع اتعمل معاه فاول، الكرة دي عدت لولا الحكم صفر وحسب فاول، الكرة دي عدت وكان ممكن تتحط جون. احنا طبعا هنختم الحلقة دي على كده، دي الثغرات والمشاكل اللي عند شباب بلوزداد والحاجات المميزة عندهم، وهيتبقى بس التشكيل هنستنى، لان احنا كل يوم عندنا اصابات جديدة في النادي الاهلي، فمش عارفين المتاح ايه واللي مش متاح ايه. باذن الله بكره ننزل لكم حلقه بالتشكيل من وجهه نظري. اتمنى في الختام اللي ما اشتركش في القناه طبعا اشتراك جميل منك ولايك جميل منك. في الختام سلام.